حاسين انه اعضاء الشرف بعيدين عن الاداره؟ حاليا الوضع الشرفي في نادي الاتحاد حاليا يعني مفكك، لا يوجد ممكن اسم كبير في نادي الاتحاد يجمع أعضاء الشرف من جديد. في الدكتور المرزوقي وجد الآن قبل حوالي في شهر 1 2013، حتى هذه اللحظة لا يوجد أي نشاط للدكتور. وعد أنه حينهي الأزمة المالية في خلال فترة بسيطة، لم يحدث أي شيء. كل الاجتماعات الشرفية كانت صورية. واحدة من الاجتماعات، 3 اجتماعات شرفية حتى الآن عقدت في نادي الاتحاد، كلها لم تخرج بأي نتيجة، حتى الوعود الشرفية. هذا جانب. الجانب الآخر نفس إدارة الاتحاد يعني دخلت بوعود، دخلت باستراتيجية معينة، بأحلام وردية، لم ينفذ منها أي شيء. في سوء في التنفيذ، خلل في الوعود، في من يطلق الوعود، في خلل داخلي في نادي الاتحاد. قضية الصرف استاذ محمد، يعني عفوا اخوي خالد، انا بس عفوا انا بخليك تكمل في المحور هذا نفسه، بس انا بذكرك يعني بشغله، يعني انه لما شفنا الان ابتعاد يعني ابتعاد استاذ منصور بلوي ماديا، ابتعاد الشيخ عبد الحسين الشيخ ماديا، ما احنا قاعدين نشوفه الان. الاتحاد بدا يهوي. يعني بذكرك ايضا بشغله يا دكتور، انه الاستاذ خالد البلطان لما سحب يده من نادي الحزم كيف تهاوى مباشرة للدرجة الأولى. هذا هو الجانب المالي. يعني أصبحنا الآن إحنا نعتمد على أعضاء شرفنا أن نقدموا الله يجزاهم خير، وما قدموا أيضا، يعني حتى ما نقدر نحاسبهم. لذلك حتى ما تلومهم على الأخطاء بالضبط، يعني ما نحاسبهم. الآن مثلا في الاتحاد من تعاقد مع أحمد الفريدي طبعا ماليا كلف الإدارة الاتحادية. هل فعلا كانت إدارة الاتحاد تستطيع أن تسدد هذا المبلغ؟ الآن الديون كما ذكر الأستاذ محمد يعني سوف تعطل كثيرا مسيرة الاتحاد. وهذا الكلام أنا في رأيي أنه ينسحب على كل الأندية السعودية. هناك خلل في قضية الموارد، وخلل حتى في المصروفات، وخلل في الرقابة حقيقة، لأنه الآن التسليم والاستلام بين الإدارات لا يوجد أي تسليم واستلام حقيقي. ورقة تسلم، ورقة تستلم وتستلم إدارة جديدة. طريقة العدالة المالية في طريقة إصدار الميزانيات مختلفة من مكان لمكان. تستطيع يعني أنت شخصيا لازم يكون في وحده في الطريقه اللي بتطلع فيها الميزانيه، لا يوجد هذا الشيء ابدا. يبدو لي يتكلم الامير عبد الله المساعد يعني في هالشان بعد الخصخصه، بما انه هو رئيس لجنه الخصخصه، انه هالامور هذه باذن الله راح تحل، وهذا اللي ان شاء الله نتمناه. لكن يبدو انه ايضا محمد يعني تطل بالافق ورقه البرازيلي سوزا، يبدو انها ايضا عبء اخر على الاداره الاتحاديه. هي شيء شائك جدا من ناحيتين. من الناحيه الاولى، وهي الناحيه الاهم، انه اداره الفايز او المهندس محمد الفايز اول ما جاء مع مجموعه المستقبل اعلنوا انه هذا اللاعب هديه من مجموعه من اعضاء الشرف، ولن يتحمل نادي الاتحاد اي مبلغ. واللي تم كان وقتها محمد الفايز هو رئيس لجنه اعضاء الشرف. لا، كان رئيس هيئه اعضاء الشرف ولم يتقدم حتى تلك اللحظه. مع مجموعه المستقبل لؤي قزاز اعلنوا انه هذا هديه، اللاعب هديه من اعضاء الشرف. وحسب علمي وانه في ورقه وقعها مهندس محمد الفايز للرئيس الانتقالي في الفتره بين ابن داخل والفايز، انه لن يتحمل نادي الاتحاد اي مبلغ. كم المبلغ تقريبا؟ من 35 الى 50 مليون. اذا نادي الاتحاد خسر القضيه. حاليا في قضيه مرفوعه، نادي سوزا له مبلغ، سوزا نفسه له مبلغ، ما استلم حقوقه، وبالتالي قال انه 3 شهور من يعني حق اللاعب المحترف انه انت قاعد تتكلم عن خلال شهرين 150 مليون تقريبا. يعني كيف 50 تتخيل العمل بهذا الشكل؟ كيف يكون العمل الفني في ظل المشاكل الماليه؟ فالان باذن الله انه ما يخسر نادي الاتحاد القضيه، لان القضيه مرفوعه، ولكن لا سمح الله لو خسر من سيتحملها؟ الفيفا ما تعرف الاوراق هذه، تعرف نادي الاتحاد. ادبيا لما ياتوا ناس وبسوء تقدير او سوء يعني إدارة أو أي شيء يتحمل نادي الاتحاد، هل من المعقول أنه بسبب خطأ أو بسبب تنصل أعضاء شرف أو يتحمل نادي الاتحاد 35-50 مليون؟ تخيل لو حصلت هذه. نادي الشربيني حوالي 10 مليون ريال، نادي الشربيني، وليس حقوق اللاعب الشربيني حتى الآن. فلو كسب الشربيني القضية هذه أزمة ثانية. نتكلم عن مبالغ. لجنة الاحتراف ما لها في اللاعبين غير الأجانب، لها في اللاعبين الآن السعوديين أو اللاعب الأجنبي اللي يرضى بتحكيم لجنة الاحتراف. مشكلة الاتحاد كبيرة، ليست فقط هذه. أنا بإذن الله تكر اتحادي، محمد المنتشر اتحادي، سيصلوا إلى أمر سيظهر من بإذن الله في خلال 48 ساعة من ينهي الأزمة. ما بعدها إيش اللي حيكون؟ حتعمل الإدارة زي ما عملت بعد بطولة الأبطال كله سليم؟ كلمة كل شيء سليم هذه سمعناها من 6-8 شهور، وتفاجأنا الآن أنه لا، عجز كامل. تحركات الإدارة. أستاذ محمد، كأنك تلوم الإدارة الحالية، هل هذا حقيقة؟ لا، جزء كبير منها. لما أنت تأتي عند تراكمات خطيرة وتأتي إدارة
زي إدارة محمد الفايز اللي طلب من بن داخل أمام الجميع، قال له روح وفي أعضاء شرف بيتكفلوا إذا رحلت. طب هذه نحاسب فيها الفايز ولا لا؟ لما يأتي واحد يدق على صدره يقول لك أنا بشيل نادي الاتحاد وأعضاء الشرف، بس كل اللي مطلوب منك يا محمد بن داخل تقول لنا مع السلامة. فالآن أجي أقول والله ظروف النادي مهما كان، إذا أنت توليت المهمة والمسؤولية، قالوها ناس قبلك وتولوها ونجحوا، وفي ناس لا. إذا الآن إحنا نلوم إدارة المستقبل، مجموعة المستقبل تكلم له أي قزاز في تغريدات إنه نادي الاتحاد حيصل ممكن احتمال نقدر نصل إلى عقد رعاية ب 200 مليون. الآن ثلث المنتج الأهم اللي هو الفريق الأول وقعته صلة ب 16 مليون، من سيأخذ الثلثين؟ محمد، من خلال المعطيات اللي أنت قاعد تشوفها إيش تشوف مستقبل الاتحاد؟ للأسف يعني في شيء جميل في نادي الاتحاد، جمهوره والروح اللاعبين اللي ما شاء الله متوهجة في كل المراحل وفي أصعب الظروف. إذا لم يأتي أحد يستلم الراية في نادي الاتحاد أعتقد أنه المستقبل مظلم، لكن أتمنى أنه يصير تحرك معين. لن تكون الحل في وجهة نظري مع هذه الإدارة.